حبايب قلبي، كل سنة وانتوا طيبين وبألف خير ومعيدين ومبسوطين، وربنا يجعله أسعد عيد يمر عليكم يا رب. كل سنة وانتوا بألف خير، وربنا يحقق للناس كلها دعواتها اللي دعينا بيها في يوم الوقفة، وإن شاء الله ربنا يبارك في عمركم ويخليكم لينا. النهاردة هنعمل الأكلة المفضلة عند الشعب المصري كله، كوارع وفتة. وزي ما انتوا شايفين أنا جايبة كوارع بقري، وقبل ما بنزلها الحلة بسمطها. بس اوعي تسمطيها فترة طويلة، يعني بالكتير 10 دقايق ربع ساعة تغلي معاكي غلوة غلوتين وتنزليها. ليه؟ عشان ما تنزلش البهاريز بتاعتها اللي هي الفايدة كلها، أو الكولاجين اللي بيعمل لك العظم بقى وبيقوي لك عظم جسمك. طبعا الاول بسمطها في فلفل اسود وحبهان وبصل، احطها على النار تتسمت، واشيل الريمه اللي على الوش كده زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم اوعوا تغلوها كتير، يا تبقى غلوه غلوتين بالكتير. وزي ما انتوا شايفين انا بنزل الريم كله. يعني الموضوع اولا واخيرا موضوع نظافه. قبل ما انت تعملي الاكل وتاكلي، الموضوع نظافه. زي ما انتوا شايفين انا بسمطها دلوقتي وبشيل الريم، وبعد كده هنزلها اهو. نزلتها معاكم، بصوا انا بجسها كده قدامكم جامده. انا مش عايزاها مستويه، لا، انا بس بصمتها علشان الزهامه، او لو فيها زفاره تروح في ميه الصمت. اهي بصوا ناشفه قدامكم ازاي. خلاص حلوة قوي كده. ابدا بقى احط حله على النار، او في نفس التوقيت اللي انت بتصمطي فيه الكوارع بتحطي حله على النار، تحطي بقى حبهان وفلفل اسود، واوعي تحطي طبعا ملح، وتحطي بصلايه وورق لورا. وحلوه قوي كده تنزلي بقى الكوارع اللي انت عملتيها في الحله. اهي قدامكم الحله غليت معايا، وهنزل بيها ان شاء الله عليها بالكوارع. والعين يا جماعه بتاكل قبل البق، والنظافه اولا واخيرا في اي اكله، بالذات اكلات اللحوم، ممبار، فواكه اللحوم، الكرشة، الفشة، الطحال، كل الحاجات دي يا جماعة عايزة نظافة قبل ما تاكليها. لأن انت لو كلتيها بعدم نظافة مستحيل تنزل معدتك، أو في ناس بتجيلها زي قرفة. لا، احنا مش عايزين الكلام ده خالص، احنا عايزين نظافة قبل ما نعمل الأكل. والست النظيفة بتبان في أكلها أكيد، خاصة اللي بينظف طيور، بتنظفي أسماك، لحوم، بتبان. الست النضيفة بتبان في طعم أكلها وفي نفسها. خلاص أنا كده الكوارع عندي بتتسلق خلاص، اهي داخلة في السلقة الأخيرة. هبدأ بقى أعمل طشة التوم وسمنة بلدي، عندك ليا انزلي بيها، اللي يعجبك تشي بيه، مع التومة مع الكزبرة. وفي الآخر بطش بيها، بتديها أحلى نكهة وبتشربي أحلى شوربة. ومع الشوربة دي حطي بقى نص فص ليمون ولا ليمونة كاملة، ودوقي أحلى شوربة وتمزجي. طبعا عندنا أهلنا في اسكندرية بيحبوا الفتة من غير صلصة، بيعملوها كده طشة بالثوم والخل وبتبقى جميلة. احنا بنعملها بالصلصة، وبصراحة أنا نفسي أجربها بالطريقة بتاعتهم، وإن شاء الله أعملها أكيد هتطلع حلوة قوي. كل أكل الشعب المصري طيب وجميل، وأكل كل الدول العربية زي العسل وزي السكر. وربنا يا رب يجعله أسعد عيد يمر عليكم بتحقيق الأماني والدعوات اللي انتوا دعيتوها في يوم عرفة، ويكتب لكم يا رب في كل سنة حجة. مفيش والله ما في حاجة بعيدة عن ربنا، والدعوات بتتحقق حتى لو ما تحققتش السنة اللي بعدها. ربنا بيدخرها لك، سواء في الآخرة بيدخرها لك لوقت معلوم عند ربنا، بس دعوتك بتتحقق بأي طريقة هتتحقق. طبعا ايه انا هعملها دلوقتي، هنزل بالطشة. انا عملت بقى حبة رز مفلفل زي العسل والصلصة، وكلكم عارفين الطريقة. طبعا الصلصة طشة تومة، بتنزلي بتومة على حتة سمنة بلدي. وبعد كده أنا بعملها بقى بحبة كزبرة، جربوها بحبة الكزبرة بتودي الصلصة في حتة تانية. عليها الطشة، وحبة مرقة صغيرين جدا، وفلفل اسود،
واقل من ربع معلقه ملح او اقل. انت دوقي وشوفي الحياء، لان في ناس بتختلف الطعم الحسي بتاعها عن اي حد تاني. انت على حسب، انت بتحبي الملح كتير بتحبي قليل، حد عنده ضغط فبتقللي الملح، فشوفي احتياجاتك. طبعا لما بتتسلق او كوارع بتدخل في السوا تحط لها مرقه وبتحط لها الملح عشان تاكلي كوارع حلوه. ما تنزلهاش بلوزه ومهريه خالص، لا 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 لا. بصي تنتشيها كده بس نتش يكون ايه، بسيط على اسنانك، ان هي استوت بس ما تكونش مهريه عشان تاكلي احلى حبه كوارع. وزي ما انتوا شايفين عملت شويه رز مفلفل يستاهل بقكم. الاكله كلها طالعه زي العسل وانتوا زي العسل. خلاص كده الرز، وخلاص كده الكوارع خلصت والصلصه كمان. وهنبدأ بقى نعمل ايه، صينية الفتة. شوفوا في ناس ما بتحبهاش بالصلصة، في ناس زي أهل اسكندرية حبايبنا بيعملوها بطشة، وأنا عن نفسي هجربها لأن حاسة هتبقى طعمها في حتة تانية وتغيير بقى عن موضوع الصلصة. خلاص الكوارع استوت معايا زي العسل وشربتها تجنن. شربتها كده في القلب، حاجة في القلب وحاجة تقوينا كده وتغذينا. وما تبقاش الكوارع لما تستوي بعيدة العظم خارج منها ومهرية، لا 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 لا، تبقى بعظمتها زي ما انتوا شايفين. وكل سنة وانتوا طيبين وبألف خير، وعيد سعيد عليكم يا أغلى 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 الناس في الدنيا كلها.